بيان إلى الرأي العام العالمي باسم أمهات السلام الطبقة: لقد وصل إرهابكم إلى كل بقعة طاهرة في هذه الأرض، فليس جديدا علينا وما نشاهده منكم أيها المحتل التركي، فالجرائم التي ترتكبونها منذ سنين من قتل وتدمير وتشريد لشعوب المنطقة ما تزال حاضرة في ذاكرة أبناء المنطقة. ولكن بصمود شعبنا ونضاله سنبقى صامدين حتى النهاية، فنحن نعرف أن فشلكم أيها الأتراك في القضاء على شعبنا الأبي وفكر قائدنا عبد الله أوجلان دفع بكم إلى ممارسة المزيد من الضغوطات على قائدنا وحرمانه من أبسط حقوقه، وخالفتم بذلك كل القوانين الدولية، وما زلتم إلى الآن تزيدون من إرهابكم وتصبون نار حقدكم على القائد، وقمتم بقصف مناطقنا بالسلاح الكيماوي المحرم دوليا لتوقفوا نور الحرية المنبعث من مناطقنا. لكن نقول لكم من هنا وباسم أمهات السلام في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة وباسم كل امرأة حرة في مناطق شمال وشرق سوريا أننا سندافع وسندفع بأبنائنا الواحد تلو الآخر حتى تصبح كل شبر في شمال وشرق سوريا قد ارتوت بدماء الشهداء، وعندها لن يكون لكم مكان في هذه الأرض الطاهرة. وسندافع ونقاتل حتى تحرير قائدنا ونيله الحرية ليكون بين شعبه وأهله ويشع نوره وفكره لجميع شعوب العالم.